يبقى أسئلة نعطيها للأسبوع الذي بعده وهكذا. فلو كل شخص سؤال يكفي أو سؤالين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. فليتفضل مشكورا. تفضل شيخنا الحبيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله، جزاكم الله خيرا على قدومكم وتلبيتكم لهذه الدعوة العلمية في هذه الغرفة التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي من دخلها، وجمعنا الله وإياكم دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. نستأنف الدروس والمحاضرات والسلاسل التي تعودنا عليها بعد انقطاع بسبب بعض الظروف الخاصة بالمجموعة أو بي أنا شخصيا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لازلنا في خضم الأمراض الروحانية، لازلنا نركض في مضمار العلاج والبحث عن الاجتهادات التي تنفع الأمة، وأن نحاول أن نضع أصولا وقواعدا لهذه الأمور حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. الآن أكثر من 70,000 معالج وراقي منتشرون الآن أو منتشرين في الشبكات العنكبوتية وعلى صفحات الفيسبوك، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. فيجب تصفية هذه الأمور، ويجب أن نضع قواعد وأسس سليمة، وإن كانت مبنية على الاجتهاد، ولكن الاجتهاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض. أن يأتينا مجهول الحال والعين، ويأتينا عوير وكسير وثالث ما فيه خير، ويضع بضاعته المزجاة على صفحات الفيسبوك وفي المنتديات، ويقول اشتروا مني، يستغل ظروف الناس ومرض الناس ومصائب الناس وحاجة الناس إلى الشفاء، ويحاول أن يقدم هذه البضاعة التي لا تنذر بخير ولا تأتي بخير، إنما فعلها إما جهلا وإما تطلعا لأمور أخرى واستنزاف جيوب الناس. فنحاول الآن أو حاولنا ولازلنا أن نجدد مع إخواني طبعا البحاث والمهتمين والرقاء الحقيقيين والمعالجين المحنكين معا. نحن نكون مجموعة ننصح جميعا في هذه المنطقة لكي نخرج بعلم صحيح. والأمر ليس طلبا للشهرة، طلبا لكي يقولوا فلان وما فلان وأبو همام وعند علم وشيخ وكذا. هذه الأمور سبحان الله يعني ذكرتني بقول السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. ربما في بداية حياتنا الرقيوية والعلاجية والبحثية والعلمية ربما كان هناك دخن، ولم نزكي أنفسنا طبعا، لم نؤمر بتزكية النفس، ولكن ربما خلط حب المدح وحب الثناء من الناس أنفسنا. ولكن مع مرور الوقت وجدنا أن الثناء والمدح ما هو إلا فتنة، وما هو إلا يعني تصبح شبه الأسير عند هؤلاء الناس الذين يرفعونك ويمجدونك وهم يستثمرون ورما. فما نحن إلا طلاب علم، لازلنا نحبو ونحاول أن ننفع الناس، والله نسأل الإخلاص في القضية العمل. موضوع المحاضرة واضح، هو السحر، استفراغ السحر والأخلاط الرديئة. إذا قلنا أخلاط رديئة دخل فيها السحر دخولا أوليا، هذا في العموم.
ولكن عند التفصيل السحر والأخلاق الرديئة هو ما ينتج عن العين والحسد، هو ما ينتج عن العين والحسد. هذه أخلاق تتكون ما ينتج عن العين والحسد، فهذه أخلاق تأخذ منح السحر ومهمة السحر، وهذا أمر يغفل عنه البعض الله أعلم أو الكثير أو الله أعلم، ولكن هم يعتقدون أن السحر سحر وأن العين عبارة عن موجة تدخل الجسد وتستقر فيه فقط. هذا فهم خاطئ وفهم فاحش يجب أن أن ننتبه له. العين أيضا تأخذ مهام السحر، العين أيضا إذا استقرت في مكان ما أو تراكمت في مكان ما أحدثت أخلاطا وتلبكا في المعدة وأمور، هذه الأخلاط تؤدي مهام السحر. الحسد كذلك، الحسد إذا استقر في المعدة واستقر في الصدر فإنه يكون أخلاطا تؤدي مهام السحر. وقد تكلمنا في محاضرة سابقة عن الاستفراغ من الصدر أو القيء من الصدر، وهذا مصطلح طبعا للوهلة الأولى يظهر لبعض الناس أنه مصطلح غريب. نحن نعرف أن القيء يأتي من المعدة، ولكن نحن نقول أن القيء أيضا يأتي من الصدر. هناك من يتقيأ من صدره وذلك بعد الرقية وهذه أمور بيناها في محاضرة سابقة ونعرج عنها ربما بعض الناس لم يستطيعوا أن يقفوا على تلك المحاضرة. فنقول أن القيء من الصدر هو عندما نقرأ على الإنسان ونفتح مسارات الطاقة الموجودة في الصدر، هذه النقاط التي نقوم نحن بفتحها لكي نخرج الطاقة السلبية من أماكن سليمة ليس فيها ضرر، ونحاول سحبها سحب دون أن نؤجج هذه الطاقة أو نحاول أن نفرض عليها مخرج معين قد لا يكون مناسب. يعني عندما يريد المعالج أو الراقي المحنك أن يتعامل مع طاقة سلبية، هناك طاقة سلبية كبيرة، هناك طاقة سلبية تأخذ مساحة، هناك طاقة سلبية لها وزن ولها ثقل، فربما هذه الطاقة لا تستطيع الخروج من هذا المخرج، لأن المخرج ضيق والطاقة كبيرة. فما على المعالج إلا تفتيت هذه الطاقة وإخراجها من هذا المخرج أو البحث عن مخرج آخر أو تجزئة هذه الطاقة وإخراجها من مخارج كثيرة، من اليد، من القدم، من الفم، من الرأس، سحبها عن طريق ما يسمى باللمسة الشفائية والعلاج بالطاقة. فالاستفراغ من الصدر أو القيء من الصدر هذا أمر موجود. عندما نقوم بفتح مسارات الطاقة في الصدر فإن الصدر يتهيج وتخرج أخلاط الصدر تتكون وتحدث يحدث شبه سعال أو كحة للمريض، ويخرج معها أخلاط هي عبارة عن ريق متماسك متجلط أبيض اللون، يحاول أنه يكح سعال ثم يستفرغ. هذا الاستفراغ يأتي من الصدر ولا يأتي من المعدة. هذا في عجالة عن أمر فكما قلنا الحسد والعين يسبب أخلاط ويسبب مادة بيضاء إلى تميل الأصفرار توجد في المعدة، وهذا يستطيع أن يستفرغها الشخص وأن يتقيأها الشخص. هناك بعض حالات العين تأتي إلينا تكون حالة متطورة والعين تراكمت والأخلاق موجودة، فبإعطائه جرعات أو وصفات مقيئة هذا يساعدنا كثيرا في إخراج هذه المادة التي تتغذى منها العين وتحدث العين بها عقد. فالآن المفهوم الذي يجب هو على كل حال وإن كان الأمر اجتهاد، ولكن نحن نقول ما رأيناه وما وقفنا عليه وما صدقناه، أن العين تحدث أخلاط أشبه بأخلاط السحر، أن العين تحدث عقدا مثل عقد السحر. يعني العين تعقد لك، تجد عندك عقدة من العين أتت من العين. فموضوع القيء إذا عرفنا أن القيء يأتي السحر قيء من العين والحسد، قد يتقيأ نضطر أن المعيون أو المحسود أن نعمل له جلسة قيء لكي يستفرغ هذه الأخلاط الموجودة في المعدة، وهذه في الحالات القديمة والمتطورة والتي أحدثت تلبكا في المعدة، أي أن الأمر ليس على إطلاقه،
بالنسبة للأسحار الدارج عند الناس والمشهور والذي حاول بعض الرقاء الذي أنا يعني كنت فيما سبق أتهم أنا شخصيا أبو همام راقي أتهم بالعلو وبالفوقية، وأن يتكلم بطريقة وكأني أنا أعلم الناس وأنا أفهم الناس وليس على الأرض مثلي. والله يشهد، يعني كلمة لما أقول الله يشهد يعني هذه كلمة كبيرة، أن أشهد الله على كذب هذه أمر طبعا يعني عواقبه وخيمة. أنا أقول هذه ليست علو ولا فوقية، إنما أتكلم من دافع الحسرة، من دافع الألم على ما يحدث الآن في الرقية وفي العلاج من أمور غريبة عجيبة. يعني نرى أشياء غريبة، يعني الراقي الشرعي فلان، الراقي ما أعرف إيش فلان، المعالج الروحاني، المعالج الشيخ، طاهر الجن، مش عارف سيد العفاريت، يسموا أسماء غريبة عجيبة، يعني قاهر الجن وقاهر العفاريت. أنا كيف أضع نفسي يعني أو يعني أحاول أن أتصل بشخص يحمل هذا الاسم؟ هذا أول شيء عنده مرض نفسي أصلا. فأنا كيف نتصل به ولا معالجني أو نبعث له اسمي ولا اسم أمي ولا نحاول نتصل به أصلا ولا يقيني على سكايب ولا نتلقى معهم نسمونها قاهر الشياطين. قاهر الشياطين ما فعلها سليمان، تفعلها أنت. قاهر الشياطين ما قاهر الشياطين. وصور غريبة، يعني تجده لابس شماغ ومصور بشماغ وماسك الميكروفون. أنا مش عارف شيء علاقة الميكروفون بالرقية، يعني في صفحات أنت ماسك الميكروفون ولابس شماغ، وهو أصلا يعني حتى في بلده ما عندهمش حاجة اسمها شماغ أو مش عارف تقول الغترة، ما عندهمش أصلا في البلد بتاعهم. بتحاول تقلد أهل الخليج، وهم أهل الخليج يعني هم اللي اخترعوا الرقية ولا هم يعني. فهذه أمور ينتبه لها. فبعض الناس يحاولون أن يضعوا أمور هي قاتلة، هي أمور سمية أصلا، في أصلها أنها سم يوضع في المنتديات، والمريض مسكين الرجل الريح هذا يحاول أن يأخذ أمر ويجرب. طيب يا أخي كريم، عندما يضع لك اسم عشبة ويعطيك وصفة معينة، حتى من باب يعني الاطمئنان على نفسك، حاول أنك أنت تفتح على محرك البحث جوجل أو تذهب إلى أي كتب من كتب الأعشاب واقرأ على هذه العشبة شو قصتها أصلا، هل تنفع ما تنفعش، وبعدين هل أنت عندك ضغط، عندك سكر، تعاني من أمراض القلب، عندك التهابات في معدتك، تعاني من القولون. في أعشاب قاتلة رسمي، يعني يضع لك عشبة يقول لك الترياق، وخذ الترياق لكي تتقيأ، خذ معرف حبة الملوك لكي تتقيأ، خذ قصة الأخت لكي تتقيأ، خذ مش عارف نحن نقول الحرقوس والمرجان الأحمر لكي تتقيأ. هذه أعشاب ضارة، هذه أعشاب سامة تحدث القيء، نعم، ولكن القيء لا يأتي من دافع أن السحر تحرك، إنما دافع أن المعدة تهيجت، يعني حتاكل الأخضر واليابس. تكلمنا في محاضرات سابقة على موضوع الوصفات التي تشرب. الوصفات نحن نشربها، هذه أهم شيء أنك تركز عليه. طيب موضوع الغسل وموضوع القراءة وكذا هذه أمور يعني خارجية، ولكن موضوع أنك تشرب شيء يجب أن ينتبه له. فأنت كمصاب وكمعالج ابحث أولا عن الأمور التي تبطل السحر، ثم تبحث عن الأمور التي تبطل السحر ثم تحدث القيء أو الإسهال. إذن في أعشاب وفي أمور وفي تركيبات في وصفات تبطل السحر أصلا، حتى وإن لم يتقيأ، حتى ولم يأتي إسهال، هو هذه الوصفة لها القدرة أصلا على إبطال السحر. أما تأخذ وصفة على أساس أنك تريد أن تتقيأ ما في بطنك، فهذا أمر ينم عن جهل. ليش؟ لأن ليست كل الأسحار مأكولة، وليست كل الأسحار مشروبة. هناك عقد في المعدة، هناك عقد في الجسد، عقدة بمعنى عقدة يعني شيء مربوط في جسدك. هذه حتى أنت يعني لو تقيأت سنة لن تفك. يعني شوف، هو يرى أن أنت واكل شيء، وهو يرى أنك أنت شارب شيء. لو أعطاك الوصفة هذه لو تقيأت ولا أسهلت إذن الأمور تمام. لا، الأمر ليس على إطلاقه. ممكن العقد هذه تحدث أخلاط فعلا، واستفراغ هذه الأخلاط مريحة، لأن حتى الإنسان السليم بحاجة أن يتقيأ ولو مرة في الشهر. هذه من ناحية صحية. حتى الإنسان السليم
يحتاج أن يتقيأ مرة في الشهر لإخراج الأخلاط الزائدة التي قد تكون مخزنة في المعدة دون أن يشعر، ولكن مع شرب الماء المرقي مع الصلاة مع كذا يعني ستخرج. أما عبر البول أكرمكم الله أو الغائط أو عبر العرق وكذا، فأنت عليك أن تختار الله يبارك فيك الأمور المبطلة للسحر أولا، ثم المبطلة المقيئة أو المبطلة المسهلة، وهذا تكلمنا فيه أكثر من مرة. فيما يتعلق بالأصحار في المعدة، الأصحار كما قلنا لكم هناك ما هو مأكول وهناك ما هو مشروب. هناك ما هو مأكول في عالم الإنس وهناك ما هو مأكول في عالم الجن. احنا عندنا ممكن إنس يأتي يعطيك طعام فيه سحر، ممكن إنس يعني يعطيك شراب فيه سحر أنت تشربه وتأكل. طيب هذا أمره، هذا يعتبر يعني ما نقولك إنه هو مثلا خفيف أو سهل أو بسيط، إنما يعتمد على قوة السحر وقوة الربط وطبيعة جسمك وتقبل جسمك لهذا السحر وقوة الجني وقوة الساحر، وأمور كلها لازم تجتمع حتى نحكم عن السحر هذا قوي ولا لا. وفي سحر في عالم الجن، أن يسحر لك جني وأن يطعم جسدك الأثيري ما يطعمكش أنت، وهذا يأتي في المنام سواء علمت ولا ما علمتش. يعني بعض الناس يقول لك أنا نحلم أو في المنام أرى وكأني أني ناكل أو كأني نشرب، فهذه دلالة إذا تكرر الأمر مع أعراض أخرى هي أعراض السحر، وهذا طبعا من باب سحر التملك ولا سحر الاحتلال الذي يحدثه الجن للإنس، فهذا أمر قائم. ولكن حتى وإن لم تتفطن وإن لم ترى في منامك أنك تأكل أو تشرب هذا لا يمنع أنك تطعم في المنام. إذا ما دام الجسد مهتوك يعني في هتك، يعني الجسد هالة الجسد أو الحماية الخارجية للجسد يعني مهتكة مفترقة، فهم يستطيعون إطعامك بهذه الطريقة. والإطعام إما أن يكون طعام لك أنت مباشرة بسبب أن جسمك يعني كما قلنا مسحور، أو إطعام الجني أو العارض الموجود في جسدك، إطعام الجني أو العارض الموجود في جسدك بغرض التقوية والتجديد. إذا الأمر مش كله أكل وشرب، إذا الموضوع هذا لازم ينتهي من أذهان الناس. الأمر ليس أكل وشرب فقط. حكينا أن العقد قد يعقد في المعدة عقد، يعني احنا تأتينا حالات في المعدة تجد 11 عقدة 12 عقدة 30 عقدة موجودة في المعدة، وتفك بطريقة أو آلية معينة، والعقدة لها أعراض معينة، وعند القراءة تظهر أعراض معينة نعرف أن هذه عقدة، وتفك العقدة. لما تفك العقدة نعرف أن العقدة هذه فكت، ونأتي للثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى أن تنتهي العقد بإذن الله. والأمر يكون بيد الله عز وجل أولا وآخرا، ومن شك في ذلك فليس له في الإسلام النصيب. الأمر بيد الله عز وجل، لا بيدي ولا بيدك. يعني أحيانا تأتي حالات بسيطة والله نعجز، وأحيانا تأتي حالات غريبة عجيبة والله عز وجل وفقنا، والعكس صحيح. فالأمر الشفاء بيد الله عز وجل، قد يجعل الله الشفاء على يد هذا وعلى يد هذا، وقد لا يأذن به أصلا لحكمة عنده سبحانه. فموضوع الاستفراغ الأصل نفي الاستفراغ، والأصل أن الاستفراغ يكون للمسحور وللمحسون وللمعيون على سواء. فما تقولش أنا عندي عين إيش علاقة الاستفراغ، لا بالعكس، أنت ممكن تستفرغ تفك العين. ولا نقول استفراغنا استفراغ خمس أشياء الاستفراغ. نقول القي، نتكلم عن القي الآن. القي أكرمكم الله هذا للعائن، نعم الأفضل أن يتقيأ العائن، والأفضل أن يتقيأ المحسود. وموضوع السحر لو أنه مأكول أو مشروب فهذا أمر طبعا يكون يعني من أولويات عمل الراقي إحداث القي للمصاب. المعالجين بالطاقة وباللمسة الشفائية، هذا العلاج الحديث المتطور الذي يعتبر من السهل الممتع، يعني وإن كان هو سهل ولكنه سبحان الله يعني قليل جدا من مارس هذا العلم أو حب أو استمر فيه، حتى من الناس المقربين وكذا، وني مع أن عنده علم وشأف ودرس وكذا، لكن مع ذلك ما، فهو هذا من باب السحر الممتنع.
اللي عنده قدرة على العلاج بالطاقة أو اللمسة الشفائية يعني وقد هنا تفيد التحقيق، الله قد يعطيه القدرة على إبطال السحر دون أن يتقيأ المصاب. إذا عند هؤلاء المعالجين بالطاقة وباللمسة الشفائية لا يشترط عندهم أنك يعني قل ما يعطيك وصفة أو يعطيك خلطة يقول لك تقيأ ويسهل، إلا في الحالات القوية المتطورة هذه قد يضطر أن يعطيك باش يسهل على نفسه المهمة، ولكن عادة هم ينهون هذا الأمر بإذن الله عز وجل عن طريق إبطال السحر في معدتك، وبعدين هو يخرج بما شاء الله عز وجل، يخرج عبر القيء، يخرج عبر الإسهال، يخرج عبر المهم أنه ينتهي أو يقوم بسحبه سبحان الله بكيفية لا يعلم الله إلا الله عز وجل، ما حد يكذب عليكم. كيفية هذه الأمور الدقيقة جدا لا يعلمها الله عز وجل، هذه كيفية ربما أحبها الله لبعض الناس وأعطاهم هذه القدرة، والحمد لله رب العالمين. أنا لا أتكلم عن نفسي الآن حتى لا يظن بي الظنون وتستسلمون ورغم. أنا أتكلم عن المعالجين بالطاقة القلة. فالآن يجب أن ننتبه. القيء جيد للمسحور، للمحسود، للمعيون. للمسحور، للمحسود، للمعيون. الوصفات موجودة، وفي بعض المعالجين اخواننا المعالجين اجتهدوا اجتهادات رائعة صراحة، نحييهم عليها وبارك الله فيهم وامورهم ان شاء الله طيبة. فنحن ناخذ وصفة معينة وتكون وصفة هذه ان لم تنفع لا تضر. ما تجيش تقول لي خذ حبتين حبة الموت، حبة الموت وانت مشكلتك مشكلة، ولا انت ضعيف البنية، ولا عندك فقر دم، ولا تقول لي ترياق وما اعرف ايش والكلام هذا. لا، انت خذ وصفة مبطلة، فخذ الخلطة. الان نحن ربما كان لي اجتهاد في حبة البركة والزيت والملح، سميناها الحالقة الأصحار العالقة، وهذه أقوى ما في الباب. هذا عندي أنا يعني، الله أعلم إذا كان غيري عنده وصفات أقوى فعادي، الله عز وجل يوفقه ويبارك فيه، ولكن أقوى ما في الباب من خلال اجتهاداتي في هذا العالم، من خلال رحلتي ومسيرتي في علم الرقية والسحر وكذا، فلم أجد أقوى من هذه الوصفة. هذه وصفة سهلة بسيطة غير مكلفة وغير مضرة، لدرجة أن هذه الوصفة الملح والزيت وحبة البركة يأخذها حتى اللي عنده الضغط. شوف ضغط الدم أحيانا، مع أن نحن تحرجا واحترازا لا نعطيها له، ولكن سبحان الله. فالآن قبل أن ندخل في موضوع الوصفات وطريقة الاستفراغ نتكلم على المعدة. المعدة قد يدخلها أكل، المعدة قد يدخلها شرب، والمعدة قد يدخلها أكل وشرب مناما عبر الجن، والمعدة قد يدخلها عقد تحدث الأخلاط، المعدة قد يدخلها عين تحدث أخلاط، المعدة قد يدخلها حسد تحدث الأخلاط، والمعدة أيضا يتكون فيها سحر من السحر الخارجي. وهذا أمر مهم. لما يكون عندك سحر خارجي فإن هذه الموجات السحرية من السحر الخارجي المدفون أو المعلق أو الله أعلم منهم، هذا السحر الخارجي له كذبات سحرية تنتقل من هذا السحر إلى جسدك، تنتقل من هذا السحر إلى جسدك ومن جسدك إلى معدتك. هذا في الغالب، لا سيما إذا كان هناك عارض في الجسد فإنه يتغذى ويكون مكانه إما المعدة وإما الرحم عند المرأة. وإما الرحم عند المرأة هذه أكثر الأماكن التي يتواجد فيها العارض أو يتواجد فيها السحر، يتواجد فيها العارض، يتواجد فيها السحر، لأن البطن والرحم عند المرأة يعتبر يعني مدينة، شوارعها مبانيها يعني فيها أشياء كثيرة. كذلك لا موضع في الرحم والمعدة يستطيع أن يتخفى ويكون بعيد جدا كل البعد عن إصابات الرقية من تلاوة وكذا. هذه أمور قد نستعرضها فيما بعد ما عرفنا أن المعدة قد يتكون فيها أمور حتى غير مأكولة وغير مشروبة. إذن أنت محتاج أنك أنت تبدأ البداية الصحيحة. فيما يتعلق بالعين وبالحسد، حسيت نفسك معيون، شخص حالتك أنك أنت معيون أو أنك محسود، لو عندك غازات
أو اضطرابات أو تلبكات أو أنك مريض بالقولون. هذه الأربع الأشياء هذه هذه يدل أن الأخلاط موجودة في المعدة. الغازات، تلبكات المعدة، الحموضة، أمور كثيرة. كل ما يتعلق بالمعدة وهو متعب، انتفاخ، أنا نتكلم أنا بسبب العين أو الحسد، هذه يدل أن هناك أخلاط يجب أن تطرد. بمجرد استفراغك تنتهي هذه الأشياء أو ينتهي جلها، أغلبيتها ينتهي بمجرد الاستفراغ أو القيء، ينتهي كل الأمور. إذا أنت العائل يجب أن تتقيأ إذا وجدت عندك هذه الأمور. الحاسد كذلك. فيما يتعلق بالسحر أنت بحاجة أيضا إلى القيء وتخرج ما في معدتك، ولكن وضع السحر يختلف عن وضع العين والحسد من ناحية. إذا كان أنت مسحور إذا هناك محيط سيء. المسحور وضع مش كيف وضع العائن المعيون أو المحسود. المحيط سيء أي أن هناك شيء في محيطك يغذي الجسد لكي يبقي السحر ويبقي الهدف من السحر ويبقي العارض في الجسد. إذا هناك اختلاف. فالمسحور يجب أن يأتي بخطوة زيادة عن العائن وعن الحاسد. يعني العائن ممكن يستفرغ ثم يرقي نفسه بأي رقية منها الرقية، رقية العين، أو يقرأ قرآن، أو يحاول أنه يغتسل أو يفعل. كذلك الحاسد. ولكن المسحور الاستفراغ لوحده قد لا ينفع وقد لا يأتي بنتيجة. قد نقول قد، كلمة قد هذه تفيد التحقيق، يعني ممكن يصير منها وممكن يصير منها. فالمسحور يجب أن يأتي بخطوة أخرى إضافية ولكنها ضرورية ومهمة، وهو أن يحصن المحيط الذي هو يحيا فيه. يعني يرقي المنزل، يحصن المنزل لكي يقطع أي اتصال من أصحار خارج الجسد تأتي إلى الجسد وتكون أخلاط سحرية في المعدة. فبعض الناس يقول لك أنا استفرغت وقرأت على نفسي أو قرأ علي فلان فشعرت بتحسن ثم انتكست، فهل جدد لي؟ هل هذا تجديد؟ نقول له بالمعنى. السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر عن الانقطاع. نعود لنقول أن محيط المنزل ضروري للمسحور. يعني هذه خطوة إضافية عن العائن والحاسد. وإن كان النصيحة العامة أن حتى العائن والمحسود يقوم بتحصين بيته، وحتى الإنسان السليم والذي لا يشعر بشيء لا بأس بتحصين البيت تحسبا لحدوث أي طارئ. يعني دائما يكون جاهز لحدوث أي طارئ. فتحصين البيت يقطع الاتصالات ما بين الناس، العمار، الشياطين المتربصين بك، أولئك الجن الذين يريدون امتلاكك أو احتلالك، أولئك الجن الذين يسحرون لك، أولئك تلك الأسحار المرمية المتناثرة المدفونة حولك. تقطع الاتصال ما بينك وبينها، وبعدين تقوم بجلسة القيء فتجد نفسك أنك أنت ارتحت، أمورك أصبحت طيبة. بل عكس، لو فعلت ذلك فأنت قد أعطيت ضربة قاسمة لظهر العارض في حد ذاته. العارض يا أخوان الموجود في الجسد واللي يشتكي منا مئات الرقى. العارض مش عارف يضحك، والعارض يستهزئ بنا، والعارض ما قال أنا أسلمت وما أسلم، والعارض قال أنا خرجت وما خرج وكذا. شنو مشكلتك أنت يا أخي الراقي، يا أخي المعالج؟ العارض له موجود في جسد أبعاده محدودة، متروين مربع ولا متر مربع أصلا، ومع ذلك مسوي زحمة وزعلان. أنت لو كان أنت مشيت في الطريق الصحيح وبديت بداية صحيحة راه انتهى الأمر بإذن الله. ولكن أنت بديت بداية غلط. أنت استعجلت الجلوس مع المريض أو المريضة، واستعجلت من معي وشن اسمك ومن بعثك وشن لونك وانت طيار ولا مش طيار، واخذت تتكلم معاه وتهدرز معاه وهو يحكي لك ويكذب لك وانت مصدق، ويوميا تأتي تحكي معاه وترقي وما يطلعش، والثالث يوم وتقيم عليه في مش عارف في الحجة، وتأخذ عليه في العهد وترجع بعد 3 أيام. هذه أمور كلها ليس لها زمام ولا خطاب، هذه فوضى.
في عالم الرقية أنت يجب وليجدوا فيكم الغلظة. موضوع الإسلام وعرض الإسلام أمر طيب، تبي تدعي لله عز وجل بارك الله فيك، ولكن لا تصرف 3-4 ساعات ما عشان تدعي للإسلام. وبعدين دعوة الإسلام، دعوة الجن للإسلام في الجسد لا يشترط فيها حضوره على الجسد. من أين يأتيك أنت بالكلام هذا؟ هل يشترط حضوره على الجسد لكي تقيم عليه الحجة ويقول له اسلام واسلم واخرج معك ما اعرف ايش؟ ما بالشرط، لانك انت حتى وانت تكلمت وهو داخل الجسد يسمع فيك، بالذات اللي عنده توحد والاندماج مع المصاب الانسي. وبعدين هو قاعد في جسم انسان مصاب، والمصاب هذا مسلم يصلي ويصيم ويستمع الى دروس ولا يستمع الى كذا امور كثيرة. فهذه الامور ينتبه لها، هذه الأمور ينتبه لها. فالآن أنت مشكلتك أنت الراقي أنك أنت استفدت من نفسك زحمة. هو أصلا شايف نفسه وعنده شوية أصحار في معدة المصاب أو مش عارف عقد في موجودة في جسد المصاب يتكرس بها عند الحاجة، وعنده أصحار أخرى، وعنده مثلا خدام آخرين يتابعونه من خارج الجسد يمدونه بالأصحار وبالمعلومات ويصبرونه ويثبتونه ويخوفونه ويهددونه بالقتل إن خرج. فأنت لو قطعت الإمداد يا ناس، أنا قلت لكم هذا عمل عسكري، اعتبر نفسك أنك أنت قائد عسكري لكتيبة، تمام؟ أردت اقتحام حصن ولا معقل ولا مطار ولا أي مكان، والناس هذوم اللي أنت حتقتحمهم عندهم ذخيرة وعندهم سلاح وعندهم عدة وعندهم عتاد، ما فيش أمامك إلا أنك أنت تقطع عليهم الإمداد. أول شيء تفعل تقطع الإمداد عنهم، ما عادش فيه إمداد، فالذخيرة اللي عندهم حتستنزف. لما أنت تقطع الإمداد تهجم بالقيء وبالإسهال وبالتلاوة وبالآذان وبالطاقة وباللمسة الشفائية تهجم. فهو يضطر أنه هو يطلع الأسلحة والذخائر بيدافع بها عن نفسه. به إلى متى؟ سيستنفذ كل شيء وقواه يعني حتنهار، ما عاش فيه إمداد، انتهت القصة. والله يحكم بينكم بعد، إن شاء أخرجه وإن شاء أبقاه، إن شاء نصرك عليه وإن شاء لم ينصرك، هل في الله عز وجل. ولكن ناخذ بالأسباب وبالأسلوب العلمي، مش بالحماقة والجهل والتفاهة عند بعض الناس الذين ملأوا اليوتيوبات بالفيديوهات والكلام الفاضي. واحد جالس مع ملكة مش عارف ايش، واحد جالس مع أمير مش عارف شو اسمه، يضحكوا على الناس والناس تتفرج وتصفق وتهلل من ما فيش ولا فيديو على اليوتيوب في إن جني خرج، كله كذب، كله صراخ وعويل. يستطيع أنا أي شخص فيكم يستطيع أن يسوي 100 مقطع فيديو هو يقرأ والجن تصرخ وتقول له سامحني يا سيدي وأنت أمير وأنت مش عارف شنو وأنت مش عارف شنو. ولكن هل رأيتم الجن خرج؟ هل اطمأننتم على الحالة وأثبتت الحالة فعلا شفاءها على يد هذا الممثل؟ يجب أن نعي ويجب أن يكون عندنا أكثر ثقافة وأكثر علم، ونحاول نأخذ الأمور بمنهجية ولا ننخدع وننجر خلف الكلام الفاضي. إذا أنت لما تقطع الإمداد ينتهي كل شيء، وتستطيع الآن أن تتوجه له ضربة قاسمة وتنتهي المعاناة بإذن الله. إذا المسحور عند زيادة اللي هو يحسن بيته حتى يقطع الإمداد. لما يقطع الإمداد يقوم بعملية القيء. عملية القيء كما قلنا العملية بسيطة جدا، عملية القيء راهي بسيطة جدا وسهلة، ولكن لا سهلة إلا ما جعله الله سهلا. العزيمة، الإرادة في الشفاء والثقة في الله عز وجل، هذا أهم عامل يجب أن تتسلح به قبل أن تبدأ في أي عمل أو حرب الشيطان. لأن في بعض الحالات لو بدأت ورجعت في نصف الطريق فقد يعني يكون رجوعك مش كويس وبقيت على مرضك أحسن. يعني يجيني راقي يلقي مصاب يهيج السحر اللي فيه، يهيج الجن اللي فيه، ثم يعجز، ومن يدفع الثمن؟ المصاب. يلقيه على سكايب يلقيه بالهاتف، يهيج السحر ويهيج الجني، وبعدين عمك الراقي يسكر سكايب ويسكر التليفون ويخش ينام، ومن يتعذب ومن
سيأكل يعني الويل هو المصاب. فأخي الراقي، إذا كان شايف نفسك أنك أنت مش قادر تكمل أو الحالة صعبة، ما تتفننش، ما تكذبش، وارحم الناس. أن تترك المصاب على ما هو عليه أفضل من أن تطور حالته وتعدي وتسيبه. هذا ما ينفعش. أخي المصاب، أختي المصابة، إذا أردت أن تدخلي في برنامج علاجي يجب أن تستمري، واعلم أنك في حرب. ما ينفعش، لازم من مخاطر، لازم من تعب، لازم من معاناة، لازم من لأن الأمر صراحة هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولكن ما ينفعني، ما فيش أمور بتاع اللي الله قد يشفيك بسم الله. هو عند الله ما ليس عندنا، ما عند القدرة، عند القوة، عند الجبروت، عند العزة. نحن عندنا الضعف والحاجة إلى الله عز وجل. فيجب أن تتقوي وتتقوى قبل أن تبدأ في برنامجك العلاجي. واعلم أن كثرة الوقوع يعلم المشي. احنا نقول في المثل في ليبيا كثرة الطياح يعلم المشي. انك تفشل مرة اثنين، تتعب مرة اثنين كذا، والحرب سجال. يوم تحس نفسك كويس، ثاني يوم تحس نفسك تعبان، ثالث يوم هو ينتصر، رابع يوم انت تنتصر. اللي عند الله عز وجل يحكم بينك وبينه، والنصر لك لا ان شاء الله. ليش؟ لانك انت طالب حق واخذت باسباب الحق، ومن اسماء الله عز وجل الحسنى الحق. اما هو مع الشيطان، جند الشيطان، هؤلاء لن يفلحوا، لن يفلحوا. فأنت ما دام بديت أبدأ. الأمر بسيط. حصنت بيتي، عندي نظرية تحصيل البيوت من الجن والشياطين موجودة على اليوتيوب، درس صوتي وموجود كتابة في بعض المنتديات على الصفحة الشخصية. بسيطة. الآن أنا بدي أتقيأ. أفضل قيء للوصفة اللي بقول لك هنا أن تكون على معدة خاوية، على الأقل 5 ساعات مش شارب شيء. السوائل عادي، لكن الأكل 5 ساعات ما فيش أكل فقط. وعبارة عن كوب، تأتي بكوب، كوب حليب فاضي، كوب الذي يوضع فيه الحليب أو كاس الماء، تمام؟ تضع فيه ملعقتين. حصل انقطاع عند الشيخ، إن شاء الله يدخل الآن. بارك الله فيكم. نكمل ونقول طبعا كنا نحن ملعقتين حبة بركة مطحونة. حبذا أن حبة البركة من الزيوت الطيارة يطحن وقتي، يعني يكون الطحن وقت، تأخذ حبة بركة عادية وتطحنها عند بدون استفراغ. يعني إذا طالت المدة ربما تفقد شوية من خصائصها. فأنت تقوم بطحن حبة البركة وتضعها في الكوب، تضع معها ملح، تخلط المزيج. واحد يقول لي الملح مضر، ما مضر، وأصلا وضرت على الضغط، هذا كلام فاضي. أنت الآن شارب سحر، أنت الآن في جسدك عارض مرض يجيك لك أصلا. فنحن بالنسبة للوصفة اللي نتكلم عليها الآن، أنا لم بفضل الله عز وجل لم أرى لها أي مضاعفات، لم أرى لها إلى مضاعفات إلى الآن، وهذا من فضل الله عز وجل. فخلاص بعدين نأخذ زيت الزيتون نضعه في الكوب اللي فيه مزيج حبة البركة مطحونة مع الملح. نضع قليلا منه، قليل من الزيت اللي عند ربع الكوب. نأخذ ملعقة ونحاول نخلط المزيج، نضربه. ديرها كيف المكياطة كانت تسمع اخوتنا الجزائرية والمغاربة فاهمين القصة. كيف المكياطة نضرب، نحرك المزيج بالزيت مع لما المزيج يتحرك ويتخلط كويس، خلاص نكمل الزيت إلى الكوب، يعني نعبي الكوب كله زيت. بعدين الملعقة في الكوب، الخليط جوا في الكوب، الزيت إلى أعلى الكوب. نقرب الكوب من الفم ونقرأ ونحن نحرك بالملعقة، نقرأ وننفث ونحن نحرك بالملعقة. نقرأ الفاتحة، نقرأ بداية البقرة، نقرأ الكرسي، خواتيم سورة البقرة، نقرأ الصفات، بداية الصفات، نقرأ المعوذات. اقرأ ما شئت، اقرأ أي آية أنت تحبها. كلام الله كله نافع وناجع،
وأن كان ورد فاضل في بعض الآيات والصور، ولكن لا يمنع أن كلام الله كله نافع ونافع لله الحمد والمنة. تقرأ 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 تقرأ. أنا أتكلم الآن ترقي في نفسك، والكلام الأخ الراقي أو المعالج اللي يحب يجرب الطريقة. نقرأ وبعد ما نكمل ما نخليش، أنا نحرك أنت، ما تخليش الكوب يستنى، لأن لو استنى الخليط حيترسب إلى القاع. لا، على طول أشرب. سم الله بيدك اليمنى وتوكل على الله واشرب. إن استطعت أن تشرب الكوب ولكن تعمد أن تبلع. في بعض الناس مجرد ما يشعر بالزيت دخل إلى اللسان واللهاء يتقيأ. لا، حاول أنك أنت تبلع ولو رشفة واحدة. فإن استطعت أن تشرب الكوب كاملا فاعلم أنها هذه ضربة على عنق السحر. أنت الآن تقصر ظهر العارض لو شربت دفعة واحدة. ما استطعت اشرب على دفعتين، على 3 دفعات. 3 دفعات أبرك ومن السنة. شربت. لما تشرب الزيت حيصير عندك أمرين لا ثالث لهما، أو 3 أمور. الأمر الأول أن لا تشعر بشيء. شربت الزيت ولكن لا تقيأت ولا شعرت بشيء في معدتك. أن تتقيأ على طول، تخرج ما في معدتك دفعة واحدة. أن تشعر وكأنك تريد أن تتقيأ، ولكن القيء يعني الرغبة في القيء موجودة، الغثيان موجود، ولكن إذا ما شعرت بشيء لا تلتفت للأمر، ودع الأمور تأخذ مجراها في معدتك ولا تستعجل. أنت مش شربت؟ تمام. في ال3 حالات هذين الكوب عما تنزل الكوب من فمك حيفضل في قعر الكوب بعض الملح بعض الزيت بقايا. نجيب ماء مرقي ونصبه ونعبي الكوب كامل ونضع الملعقة ونحرك ونقرأ على الدفعة الثانية وبعدين نشرب. العجيب في هذه الوصفة، العجيب أن الكوب الثاني هو الكوب المقيء وليس الأول. لذلك قلت لك لا تستعجل وخلي الأمور تأخذ مجراها. كثير من الحالات الكوب الأول يحس نفسه أنه هو عادي، الكوب الثاني مع أن أغلب ماء، فسبحان الله هو الكوب اللي هيهيج المعدة وحيخرج الأخلاط أو الأمور التي نريد أن نخرجها. لا نستعجل الطيب، يعني كلما بقت هذه الوصفة في المعدة كلما كان أحسن، لأن هذه الوصفة معلش في التعبير واخذة دور صابون غسالة. كيف التايب بتاع الغسالة بتاعت الملابس، تقدر تخلط جوا، تقلب 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 تقلب، قاعدة تصفي، قاعدة تخرط، تخش من هنا وتطلع من هنا وتخش من هنا وتخش من المعدة وتطلع من المعدة وترقى فوق وتنزل لوطة. تقوم بعملية تجميع والقبض على كل طاقة غير صحيحة في المعدة. تجمعها، لما تجمعها وتنهي مهمتها تخرج بإذن الله، تخرج بإذن الله. شربت الكوب الثاني، لو حسيت نفسك تبي تستفرغ كل ما تقعد فترة طويلة بالغثيان كل ما كان أحسن. نحن الأفضل عندنا في هذه الوصفة أن لا نستدعي القي بالإصبع، إنما إذا خرج القي لوحده أفضل من الاستدعاء، لأن المعدة عندما ترفض شيء تكون قد جاهز، يعني تكون فعلا هي جاهزة للفظ هذا الشيء، فهذا أفضل. هذا دليل أن العملية انتهت الحمد لله. ولكن لو أردت أن تتقيأ عندك غثيان، طبعا هو معروف الأمور اللي بيصير في المعدة، انتفاخ، تصلب، حرارة في المعدة، ممكن يأتي صراخ. لو في عرض في المعدة في البطن حيأتي صراخ وعويل وحرقان، هذا في العارض بعض العوارض. وفي السحر الجديد، السحر الجديد الخلطة هذه قوية عليه في الجديد، أما القديم فتحتاج إلى وقت حتى تقوم بإزالته من جدار المعدة. هذه الوصفة من مميزاتها أنها تخاطب
السحر الإنسي والسحر الجني. حتى السحر الذي هو موجود في عالم الجن ولكن في معدة في مسلسل الأثيري هي أيضا تؤثر فيه بفضل الله، بفضل قوة الزيت، قوة حبة البركة، وقوة الملح المذكورة، هذه كلها مذكورة في السنة. باهي، أنا عندي غثيان ونبي نستفرغ، وحسيت نفسي إن ما عنديش قدرة على الاستفراغ. شو الحل؟ تمام، الحل الكوبين ما يكفنش، لأن نحن كمعالجين نبغى نطلعوا الأخلاق دفعة واحدة، نبغاش أطلع لدفعات. على دفعات مشكلة، حتى متعبة لك أنت. المهم، إذا أردت الاستفراغ نأخذ من 3 إلى 5 أكواب أخرى ماء مرقي، اللي عند البطن نحسها خلاص، فعلا خلاص. في هذه الحالة 80% حتستفرغ لوحدك، بعد 5 كوب حتستفرغ أنت لوحدك، هذا قولا واحدا ما فيش شك. من 80-90% حتستفرغ لوحدك. لو ما استفرغت لوحدك، إذا هذه طريقة الاستفراغ، هو أن أجلس على ركبتي وأميل بجسمي إلى المكان الذي سأستفرغ به فيه، وأغمض عيني. إياك أن تستفرغ والعينين مفتوحة. الاستفراغ والعين مفتوحة يؤثر على الشبكية وعلى العين، لذلك بعض الناس يستفرغون، لأن في بعض الناس يعني يجدون إجهاد في القيء، يتعبون، يعني الجسم لا يعني الجسم غير قابل للقيء. في ناس ما تستفرغش أصلا، في ناس لا تتقيأ، عمرها ما تتقيأ في حياتها. فينتبه لهذا الشخص، لأن في أمر آخر يجب أن ننتبه له. في بعض الناس كما قلت لك ما لا يتقيؤون، طبيعته هكي ما يتقيأش، فحتى لو شرب ما شرب لا يتقيأ. هذا انتبه له، لأنك أنت لو عبيت بطن مية ولا يستطيع القيء حسب مشكلة، حسب إجهاد وهبوط له. فأنت كيف نعرف صاحبي هذا يتقيأ ولا لا؟ قبل أن نعطيه 5 الأكواب اللي اتفقنا عليهم، قبلها نحاول نجرب بصبع شوية. لو أخرج شيء مثلا حتى ولو بسيط، نعرف أنه هو يستطيع الاستفراغ، نكمل ال5 أكواب. واضح الكلام؟ إن وجدت أنه ما طلع الشيء عليه، ما حاول ما طلع الشيء، فهذا أبقي على ما هو عليه، وخلي الخلطة في ماتة وكمل رقيتك. الخلطة بعدين يا في الليل يا ثاني يوم حتأخذ مجراها وحيتقيأ أو يصير له إسهال. تجلس على ركبتيك، تميل، تغمض عينيك وتفتح فمك وتدخل إصبعك وتحاول أن تتقيأ بالإصبع، ولكن التقيؤ بالإصبع له برضه هيكلية وآلية. لكي تخرج ماء في جسمك يجب أن تكون الهيكلية والآلية كالآتي: أن تضع الإصبع وراء الآخر، لأن ما ينفعش تضع إصبعك تتقيأ وتجي تتفرج على القيء، ولا تجي تدور في النفس، ولا تجي تمسح في فمك، ولا تكدم في محرمتك يا أختي. لا، ما ينفعش. واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، كل يعني النفس مش هينقطع ومش هيصير لك شيء. في هذه الحالة أعطي مريضك فرصة، خليه يرتاح شوية ويمسح ويغسل جرة القيء وكذا، وأعطيه من 2 إلى 3 أكواب ماء مرقي. بعد ما يخلص، ما هو فيه ليه يستفرغ، لما يخلص استفراغ خلاص أعطيه من 2 إلى 3 أكواب ماء مرقي، خليها في معدته، لا يستفرغ، خليها في معدته لكي تقوم بإزالة ما ترسب أو ما بقى. إن شئت بعدها ترقيه افعل، حتجد اختلاف إن شاء الله. إن لم تريد رقيته، هذه جلسة كافية، هذه الجلسة كافية. ينقلنا هذا الأمر الله يبارك فيكم لإخواني المعالجين والرقاء إلى أمر آخر. بعض الرقاء يقول: أنا لا أستطيع أن أعطي مصابي الخلطة لأن الجن حاضر ويرفض، أو أن الرأى ما دام أنت بالطريقة هذه لا تقرأ قبل الخلطة. ما في بعض الناس، وهذه طبعا منهج، يقرأ ولما يهيج السحر في المعدة يعطي الخلطة، وهذه طبعا كويسة، هي من ناحية عملية جيدة أن تقرأ أولا وتهيج السحر في المعدة وبعدين تعطيه الخلطة، تجد السحر جاهز للخروج. ولكن إذا كان هناك حضور وهناك امتناع وأن الجني لا يريد أن يشرب مشكلة، خلاص إذا أعطيه الخلطة قبل أن تبدأ في القراءة، أعطيه الخلطة قبل أن تبدأ في القراءة، أعطيه الخلطة واقرأ. الجلسة الثانية إن شاء الله لو فيه اقرأ لن تجد الجن إن شاء الله
قد حضر بإذن الله رب العالمين. بهذه الطريقة هذا يعتبر استفراغ لمن هو معيون، لمن هو محسود، لمن هو مصاب بسحر. الخلطة هذه قد تكررها، سويتها اليوم، لو حسيت بإجهاد وتعب سويها بعد يوم، يوم بعد يوم، 3 مرات. سوي يوم ويوم ارتاح، سوي يوم ويوم ارتاح، وبعدين 3 مرة هي المرة النهائية والأخيرة. بهذه الطريقة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين نستطيع الآن نسمي أو نقول أنك أنت قد أخرجت ما في معدتك، قد أخرجت ما في معدتك، سواء كان السحر قديم ولا السحر جديد، سحر جني ولا سحر إنسي. الناس الذين لا يريدون الخلطات ولا يستطيعون شرب الزيت أو أمنع، طبعا أنا أتمنى ألا يصلوا لهذه المرحلة. دائما نبحث عن المفيد حتى وإن كان صعب. ما فيش دواء محبوب، ما فيش حد إنسان يحب الدواء. المريض يكره حتى العسل، شربة عسل يكرهها. ولكن لو أنك أنت يعني وصلت المرحلة لا تستطيع فعلا، لا تستطيع، وأنا لا أنصحك أن تصل هذه المرحلة، فما عليك إلا أن تتقيأ عبر سورة البقرة. سماع سورة البقرة بالسماعات مع تتبع الغارب المصحف 2 مرات في اليوم، وأثناء السماع تشرب من لتر إلى 2 لتر ماء. زمن ساعة سورة البقرة من 1 ساعة وربع إلى 1 ساعة ونص سماعا. في 1 ساعة وربع أو 1 ساعة ونص تشرب ماء مرقي لتر إلى لترتين. كل بعد 10 20 آية تشرب كوب. وإن فعلت الخلطة هذه حبة البركة والملح هي الحالقة الأسحار العالقة بإذن الله، لو فعلت الخلطة وفعلت سورة البقرة فاعلم أنك تعجل بشفاء نفسك بإذن الله. فاعلم أنك تعجل بشفاء نفسك بإذن الله. دير الخلطة وطبق سورة البقرة. سورة البقرة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. اصبر. في البداية تعب شديد 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 جدا، ولكن بعد التعب راحة. سترى أشياء تستغرب لها، ستخرج منك أشياء تقول أنا سبحان الله شو اللي كان في جسمي. سترى أشياء غريبة عجيبة من سورة البقرة مع الماء. جربها ولن تندم، ولكن تحتاج إلى عزيمة وصبر وثقة في الله. بهذه الطريقة تبتعد عن أبي همام، وتبتعد عن أبي يوسف وأبي سفيان وهالكلام الفاضي كله. ارقي نفسك حتى لا يغلق هذا بابا في وجهك، وهذا ما يرد عليك في الهاتف، وهذا ما يرد عليك في رسالة. حاول أنك تسعف نفسك وتحفظ ما وجهك وتبتعد عن هؤلاء الرقاة، لأن صراحة أحيانا الرقاة يكون وقعهم على الناس أشد من وقع الصحراء. هؤلاء الرقاة بعض الناس سبحان الله يعني غلطة في التشخيص أو غلطة في العلاج تسبب كارثة، ممكن يسببهاش لك السحر سبحان الله. فحاول أن تنتبه لهذه الأمور. هذه ببساطة موضوع التقيؤ من السحر أو من الحسد. الآن قد يسأل سائل يا شيخ طيب أنا كيف أعرف أن سحر؟ إن شربت وأن السحر تأثر، أن هذه الخلطة ضربت السحر فعلا. أقول لك الصداع الشديد في كامل الرأس يدل على أنك أنت فعلا أنت بعد القيء يختفي الصداع. أي إنسان يعاني من صداع يذهب يطبق هذه الوصفة. أي إنسان يعاني من صداع مزمن لا يذهب بالعلاجات وكذا يطبق هذه الوصفة، إما أن يخف بنسبة 80% أو أن يذهب بالكلية. إذا علامة نظافة المعدة الصداع. إذا كان صداع شديد المعدة مضروبة، إذا كان الصداع يعني نص معناها المعدة نص، إذا كان الصداع خفيف معناها المعدة فيها القليل من السحر. إذا انتهى الصداع معناها السحر انتهى، انسى. هذه برضو ركز عليها من علامات. فلو استفرغت أنت معيون أو محسود وشعرت بخفة هذا يدل على أنك أنت الحمد لله رب العالمين قد فك عنك العين، قد فكت عنك العين، وقد فك عنك الحسد. العين والحسد غير السحر. العائن موجود وسيرميك بالعين مرة واثنين وثلاثة، والحسد موجود يعني هذا يحسد فيك وقاعد جنبك. أما السحر فاللي يستفيد من السحر هذا يسحر لك ممكن يكون مات أو تاب أو نسي الأمر من أساسه. فنحن نتخلص من السحر أمر جيد وقد لا يتجدد. أما العين فهي تتجدد دائما وأبدا ما دام العائن جنبك. والمشكلة قد يكون العائن أبوك ولا أمك ولا أختك، هذه المشكلة. فدائما التحصين والركوب في سفينة نوح هو الحل الأمثل. سفينة نوح اللي هي سنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
الحضور ما شاء الله اليوم جيد، والطلب أخوي من الإخوة الذين يقومون بالتسجيل الآن أن ينزلوا هذه المحاضرة في اليوتيوب، ولا يعتمدوا على إنزالها عبر متخصصين في المجموعة، كلهم ينزل من عنده. هي نفس المحاضرة صح، ولكن من استطاع يكون عنده حساب في اليوتيوب أو في مكان فلينزله نفعا للناس، لعل الله عز وجل ينفع بها الناس. إلى هنا نقف، ولا تقف الاجتهادات طبعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستقبل الأسئلة. بارك الله فيكم. تفضل يا أبا يوسف. زاد الله فضلكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، حياك الله. السؤال الأول شيخنا يقول كيف تتم. أعتذر أبا يوسف، هناك بس ملاحظة الإخوة الله يبارك فيكم، من عنده سؤال الله يجزاه خير يرسل إلى أبي يوسف، هو المسؤول عن الأسئلة وكذا، ولا فيش داعي يكتب في العام لأن الأمور قد تختلف وكذا. وحاول أبا يوسف أن تختار الأسئلة يعني الجيدة القوية الجديدة، والأسئلة المتداولة أو المستهلكة المعروفة ضعها في آخر الأسئلة أو في آخر الإجابات. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. أبشر شيخ، بارك الله فيك. شيخ السؤال الأول كيف تتم رقية المرأة الحامل، وكيف نتعامل معها ومع الجنين الذي تحمله أثناء رقية، وهل الرقية تؤثر على الجنين؟ وأنا أزيد على هذا السؤال، هل تستطيع المرأة الحامل أن تشرب هذه الوصفة بارك الله فيك الخلطة؟ تفضل شيخنا حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحامل لها معاملة خاصة، والحامل يعتمد التعامل معها على الأشهر التي هي فيها، يعني دائما الثلاث أشهر الأولى صعبة والجنين لم يثبت، إنما ثبوت الجنين بإذن الله يأتي بعد الشهر الرابع. فالمرأة الحامل أول شيء أنا أنصح نصيحة عامة، وقد نصحتها من قبل ولا بأس أن أعيد. يا إخواني، من أراد الزواج من امرأة فليذهب ويتأكد خلوها من الإصابة الروحانية، ومن أراد أن يتزوج بشخص يتأكد أنه خالي من الإصابة الروحانية حتى لا يقع الفاس في الرأس ويبحث عن مطوعين ومشايخ على رأي الخارجيين. الشيء الثاني، المرأة رجاء يا أختي الفاضلة لا تضعي في الرحم نطفة إلا بعد أن تتأكدي أنك أنت خالية من الإصابة الروحانية من الدرجة 1000، يعني الإصابة المتطورة. يعني مرأة عندها تصفيح ولم يفك بطريقة صح، واحتمال الطفل يطلع مشوه ومشاكل. لو المرأة حامل فنكتفي بأن نسمعها قرآن أو تقرأ قرآن، ولكن لا نضغط على العارض إذا كان في جنين، ولا نهيج السحر، لأن السحر والضغط على العارض قد يسقط الجنين، لا سيما في الثلاث أشهر الأولى. إذا نكتفي بدهان البطن، نكتفي بالماء المرقي، ونكتفي بأن تسمع القرآن، ونحاول أن نمشي معها بهدوء وبروية وبانتباه شديد إلى أن تضع حملها. بعد أن تضع حملها بإذن الله لكل مقام مقال. مرحلة النفاس مرحلة خطيرة، لأن مرحلة النفاس مرحلة خطيرة. الاضطرابات الجينية والاضطرابات الكيميائية التي تحدث في الجسد في مرحلة النفاس قد تقلب موازين السحر والعارض في داخل الجسد. لذلك كثير من النساء في فترة النفاس حدث لها أمور لم تكن تحدث قبل. فالمرأة الحامل ينتبه لها، ولا نتعامل معها لا بالخلطات ولا بغير الخلطات. دعك من كل هذه الأمور، تكتفي بشرب ماء مرقي بس، وتسمع قرآن بس، وكل ما تكون هادية أحسن. لكن أن تأتي تهيجها وتضر الجنين وتضر نفسها، لا. هذا هو التعامل الأمثل مع المرأة الحامل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ولك شيخنا السائل يقول كيف يكون علاج سحر التوريث إذا كان الرقاة يتهربون من إعانة الشخص بسبب الخوف من الجن الذي معه، وكيف نتعامل مع الأمر إذا ترك بمفرده، ونريد نصيحتك يا شيخ بارك الله فيكم. تفضل شيخ. ما هو الحمد لله، مصطلح التوريث مصطلح يحتاج إلى شرح أصلا،
ونتمنى أن نأتي في محاضرة إن شاء الله مستقلة لمسألة التوريث هذه. فمسألة التوريث مش معروف توريث، هل توريث ساحر لابنه هذا توريث، مسحور يورث سحرة لغيره، يعني ورثت سحرها يعني في بعض الجن يتسلطون يسحرون، فإذا مات المصاب ذهبوا إلى ابنه أو إلى أخته أو إلى ابنه، فهذا هو مصطلح التوريث يحتاج إلى تفصيل. فمسألة التوريث هذه تقطع دبرها بالطريقة العادية. الطريقة العادية هي طريقة تحصيل المكان ومحيط المكان، خليهم يورثوا، أصلا حتى العين تورث يعني، بس الأمر فيه تفصيل، ما ينفعش نتكلم كلام عام، الأمر فيه تفصيل يجب أن نفصل فيه، والتفصيل الوقت الآن لا يسعنا للتفصيل. سنأتي في محاضرة مستقلة عن كيف تورث العين، كيف يورث السحر، كيف يورث المس، أسبابه ودوافعه وطرق العلاج بتاعه. ولكن بصفة عامة الله يجزاكم خير، يجب أن نحصن المحيط اللي احنا فيه لكي نمنع مثل هذه الأمور، أما هذا الرقاء الذين يخافون من الجن فلا تقل عنهم رقاء، ولا هم معالجين أصلا، وموجودين هم كثر، كل من هب ودب. في إنسان يعني ناس نشوف فيه منال يتكلم مقاهر ومقاهر هني هو يخاف. أنا أعتقد أنه حتى لما ينام النور مفتوح ما طفش فيه في الليل، فهؤلاء ليسوا برقاء أصلا، والله أعلم. فضل. جزاك الله خير. السائل يقول: هل يمكن رقية المرأة وهي في وقت العادة الشهرية؟ بارك الله فيكم. نعم لا بأس، وإن كان الدارج عند الناس أن العادة الشهرية لا ترقى فيها المرأة، ولكن نقول لا بأس، ولكن من ناحية فاضل ومفضول الأفضل أن تكون على طهر، ولا تكون عندها العادة الشهرية، لأن في بعض الأمور إذا قرأت حدث نزيف، خرج دم، وربما يكون الأمر فيه إحراج. الناس اللي تعالج باللمسة الشفائية وبالطاقة العلاجية عندما يقرؤون على العانة ويقرؤون على منطقة ما تحت السرة، وهي والمرأة تكون يعني عندها اضطرابات الدورة والعادة الشهرية، حتكون مؤلمة أكثر. ولكن إذا قررنا فعلنا، ولكن إن لم يكن هناك ضرورة فمش مشكلة، تعطيها وقت آخر، موعد آخر بعد 6-7 أيام عندما يأتيها الطهر تستطيع القراءة عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: كيف يمكن القضاء على السحر المدفون؟ بارك الله فيكم. تفضل شيخنا. القضاء على السحر المدفون يتم بطريقتين. الطريقة الأولى أن نعرف مكان السحر، ومعرفة مكان السحر يأتي إما بالدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن تأتينا رؤية، وإما أن يخبرنا العارض، وإما أن يخبرنا من سحر لنا الإنسي تاب الله عليه. فهذه الطرق التي نعرف بها السحر المدفون. كل هذه الطرق أعتقد ميسرة وسهلة، فإذا عرفنا مكان السحر استخرجناه وأبطلناه. طيب إذا ما عرفناش مكان السحر، ولكن الأعراض تقول أن هناك سحر خارج الجسد، أو أن هناك سحر مدفون أو في مكان ما، فما علينا إلا أن نقطع الذبذبة السحرية كما تكلمنا ما بين السحر المدفون وما بين الجسد. كيف؟ نسوي جدار عازل يمنع دخول هذه الذبذبات إلى الجسد. هذه الذبذبات عندما تجد الجدار العازل بعد فترة تضعف، وهذا الضعف يتجه عكسيا إلى السحر، فمش حيكون لها قيمة. كيف نسوي جدار العازل؟ بطريقتين: تحصين البيت، وأنا دائما أقول تحصين البيت حتى ظن الناس أن بي جنون، أننا مجنون. تحصين البيت يحل 90% من مشاكلك. أفهمي 90% من مشاكلك بتحصين البيوت، ما حد يكذب عليك. تحصين البيت يجعل لك كيف القبة،
ما بينك وبين السحر الخارجي. الشيء الثاني جلسة القي اللي تكلمتك عليها، لأنك بجلسة القي أنت أخرجت ما وضعه السحر الخارجي في معدتك. هذه الكتيبة التي تتكون من ألف وباء هي التي تبطل السحر المدفون حتى وإن لم نعلم مكانه. حتى كما عرفناش مكانه مش مشكلة، مش معضلة، لا داعي نذهب إلى ساحر ولا شخص يستعين بالجن حتى يورينا مكان السحر. بالدعاء جت رؤيا، حد قال لي العارض لو قال لي فيه السحر في مكان فلاني لا بأس من التثبت، لأن خبر فاسق. لو تثبتنا بس لو مرة ذهبت وما وجدت شيء خلاص ما عادش نلتفت له، حتى لو أقسم بإيش. واضح الكلام؟ إذن هذه الأمور هي التي تبطل السحر الخارجي حتى إلا نعلم مكانه. تحصين البيت، إخراج السحر من المعدة والأخلاق، وتقوية هالة المصاب. الهالة نتاعك تقويها بالذكر، بالطاعات، بالصيام، بالقيام، بالصدقة، بالبر، بسماع القرآن. وبالطريقة هذه تنتهي جميع المشاكل. هذه قد يأخذ شوية وقت صح، ولكنها حل جذري، حل جذري أفضل من حل السحر بالسحر. والله أعلم. نعم. كيف نفرق شيخنا كيف نفرق قيء السحر من قيء الحسد أو العين؟ بارك الله فيك. تكلمنا وقلنا الفرق الصداع، السحر في المادة يصحبه صداع. الشيء الثاني السحر يعني يحدث آلام خاصة. إذا كان في عقد حيكون الآلام مثل الوخز الإبر أو السكاكين في المعدة. أما إخراجه فعادة أخلاط العين والحسد تجدها مثل الريق الغليظ، مثل الماء الغليظ، الماء الأبيض الغليظ الذي تجده يخرج كأسلاك ريق. هذا يكون سبب العين والحسد، وأكثر ما يكون من الصدر استفراغ هذا. لكن البقية يخرج عادي. ممكن ترى أشياء خرجت، إبر، شعر، أظافر، ممكن. وللعلم الاستفراغ قد يكون من الفرج. عند المرأة قد تحدث استفراغ من الفرج، يعني المرأة قد تخرج لك قطعة قماش، شعر من الفرج، يعني بمعنى من القبل، من القبل. نعم. أيضا المرأة تستفرغ من الفم ومن الصدر ومن القبل، الدماء، الأخلاط، مياه، أشياء صفراء، قطع مثل قطع كبدة، هذه كلها أصحاب خرجت من الفرج. تخرج لك مثلا أوراق، طلاسم، تخرج من الفرج. يعني أن لا تستغرب، هذا أمر واقع موجود ولا يمكنه إلا جاهل، موجود. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: ما معنى أو لماذا تأتي أوجاع الرأس بعد رش المنزل بالماء؟ تفضل شيخنا. تأتي لأن المنزل مؤثر في رأسك. إذا النسخة الطاقة السلبية التي يحدثها المنزل موجود نسخة منها في رأسك. فأنت إذا رشيت الأصل تعاب الفرع. الأصل موجود في المنزل والفرع وين؟ في رأسك. إذا هذا يدل على وجود سحر في المنزل. هذا والله أعلى وأعلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: مريض يصاب بصداع شديد وعلى أثره قيء، وبعد ذلك مباشرة يحدث نقاط صغيرة كثيرة من الدمع في الوجه كأنها نمش، على ماذا يدل ذلك؟ بارك الله فيكم. أعد السؤال. بارك الله فيك يا ضيف. مريض يصاب بصداع شديد وعلى أثره قيء، يأتي قيء بعد ذلك، ومن ثم تحدث نقاط على وجهه صغيرة من الدم في الوجه كأنها نمش، على ماذا يدل ذلك؟ بارك الله فيكم. هذه حالة متطورة، والصداع في كامل الرأس وشديد يدل على أن هناك أشياء في المعدة غير جيدة، وأن كامل الرأس خارج نطاق الخدمة. كامل الرأس يعني من الرقبة إلى اليافوخ
هذا خارج نطاق الخدمة، ما دام النمش طلع معناها الطاقة السلبية متخلى الجزء العلمي بالكامل. فهذا محتاج إلى استفراغ ومحتاج إلى معاملة خاصة، وأن يسرع بهذه الأمور قبل أن تتفاقم. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: ما هو علاج السحر المتجدد؟ تفضل شيخنا بارك الله فيك. السحر المتجدد ربما الأخ أو الأخت لم نتابعش المحاضرة، تكلمنا. مشكلة الإنترنت عند الشيخ سبحان الله. يا ريت يا أخوة بارك الله فيكم اعتبارا من الآن ترسلوا الأسئلة لأخي أبو سفيان، لأنه عندي أسئلة كثيرة سبحان الله. بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالسحر المتجدد تكلمنا عنه، وعلاجه تحسين البيت وجلسات الاستفراغ في هذه المحاضرة من بدايتها. هذا هو علاج السحر المتجدد بغض النظر عن نوعيته وكيف جدد هذا السحر. وتكلمنا احنا عن الكلام هذا من شوية، لكن يبدو أن الأخ والأخت لم ينتبه للكلام. نعم بارك الله فيكم. السائل يقول: السلام عليكم، هل السحر المرشوش الذي فرق بين المخطوبين أو المخطوبين هل يجب أن يعني الراقي أن يرقي الطرفين، يعني البنت والرجل، أم فقط الطرف المراد إبعاده عن الآخر؟ وهل يجب رقية المكان المرشوش أم يكفي فقط رقية الأشخاص؟ بارك الله فيكم شيخنا. سحر التفريق سحران. النوع الأول سحر تفريق عام، كأن أقول لا أريد مثلا أبو يوسف أن يتزوج أو أن يخطب، فهذه مصيبة في أبي يوسف وليس في الشخص الذي سيرتبط بأبي يوسف، أو آسف المرأة التي سترتبط بأبي يوسف. السحر النوع الثاني السحر الخاص، لا أريد مثلا أبو يوسف مع فلانة أن يرتبطا، هذا النوع الخاص سيدخل اسم أبو يوسف مع اسم تلك البنت أو المرأة في سحر التكليف أو أمر التكليف. ففي النوع الثاني يجب أن نرقي أبو يوسف مع من؟ أو نرقي أبا يوسف مع البنت. أما في الأول فلا يشترى. وما دام فيه مرشوش في البيت، فبتحسين البيت إن شاء الله نقطع 60 إلى 70% من هذا المرض. فتحسين البيت أمر مهم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: أنا ولدي عمره 10 سنوات أحيانا يكون عاقل جدا ورصين 100%، وأحيانا يصبح مريض معاق كأنه عنده مرض في الدماغ، والقرابة يكرهها جملة، ونحسبه متشوش ولا شبيه اسمه محمد. نعم ولا شبيه اسمه محمد معتز، وأنا اسمي سامية. نعم نحن الشيخ لا يطلب الأسماء بارك الله فيكم، اسم فلان وفلان جزاكم الله خير. تفضل شيخنا. لا يجوز بارك الله فيكم أن تبعثوا باسم مرضاكم واسم أمهاتكم، لأن هذا سحر، والذي يتعامل بمثل هذه الأمور سحر ولا يفعلها إنسان وفق الكتاب والسنة. والسؤال الذي وضعته الأخت غير واضح، يا ريت تراسلني بالحالة كاملة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. أما فيما يتعلق بالسحر، هناك تعليق من الأخ أبي عمران الجزائري حول السحر المتعدي. العام متعدي، ولكن التعدي بتاعه خفيف، وهناك متعدي قوي. المتعدي الخفيف إنه صح إنسان ما يبيش يتجوز، حيفرق ما بينه وبين أي مخطوب. المخطوب التعدي إليه خفيف، بمجرد ما يبتعد عن الشخص هذا تنتهي جميع معاناته. أما التعدي القوي هو التعدي الخاص، وهو بين الزوج والزوجة مثلا،
فهنا التعدي حدث إما عبر أمر التكليف وإما عبر تبادل الهالات في السرير. فهنا السحر يكون إيش؟ قد تعدى. هذا للتوضيح. أما الخاص فأمر التكليف في اسم فلان وفلان ضروري، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نعم، جزاك الله خير شيخ حبيب. نعم، السائل يقول: ما هو علاج العين والحسد؟ يعني أظن الشيخ تكلم عنها كثيرا، لكن حتى نمرر لك السؤال إن شاء الله. تفضل شيخنا الحبيب. وهناك من يسأل أن يريد علاج يومي أو يعني تحصين يومي، بماذا تنصح الأخوة؟ بارك الله فيك. هناك موضوع اسمه علاج العين عن تجربة شخصية لأبي همام الراقي. ابحث عنه في جوجل أو ابحثي عنه في جوجل، اكتبي علاج العين عن تجربة شخصية لأبي همام الراقي. وآخر ما توصلت إليه في مثل علاج هذه الأمور هو بعد صلاة الفجر كنت أستلقي على ظهري. ودائما يا إخوان اللي بيعالج العين أو الحسد يتمنى أن يكون في مكان بارد، ما تعالجش العين والحسد في مكان ساخن، لأن السخونية تأثر على المريض. المكان البارد البرودة سواء بالتكييف أو بالماء تساعدك على قلع العين بسرعة، هتكون عامل دافع. فدائم عالج المعيون أو المحسود في مكان بارد. فكنت أستلقي على ظهري وأرد. حصل انقطاع عند الشيخ، إن شاء الله الآن يدخل. بالنسبة للأسماء يعني المعذرة، نحن قلنا أنه يعني لا يرسل أحد الأسماء فقط للتنبيه، يعني حتى لا يظن البعض أن هناك شيخ يطلب أسماء فقط. هو الأخت قالت أنها يعني ما كانت تعلم ذلك. يعني بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الأخوة من عنده سؤال من الآن بارك الله فيكم يرسله للأخ أبو سفيان يحتفظ به عنده إن شاء الله، ونسأل الشيخ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، أو في اللقاء القادم بإذن الله. الآن عندي أسئلة كثيرة إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن تيسر الأمور ونعرضها على الشيخ. والآن حصل عنده انقطاع كذلك، سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. سبحان الله، أظن الشيخ سقط في السرداب، ننتظر خروجه إن شاء الله. الإنترنت ضعيف جدا عند الشيخ، يعني خاصة في ليبيا. إن شاء الله يدخل بإذن الله. هو عادة يعني يحصل انقطاع، لكن هذه المرة أرى يعني أكثر مرة، لكن إن شاء الله يدخل يعني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ يعتذر لأنه حصل انقطاع عنده ولا يستطيع الدخول الآن. ننتهي من هذا اللقاء إن شاء الله، ونلتقي في لقاء آخر قريبا جدا إن شاء الله. الشيخ يعتذر الآن، اتصل بي هاتفيا وقال لي أعتذر للحضور. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.